صباح الخير حبايبي، يومكم سعيد وحلو، إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم حبيت نشارك معكم فيديو تنظيم بسيط كي قبل شهر رمضان المبارك. في حاجات حبيت نتخلص منها وفي حاجات حبيت نرتبها، حبيت نشارك معكم. أول حاجة طبعا عندنا اللي هو زي القلبة العلق في بعضها، ينفع مثلا في السلطات، في المخللات، لها استخدامات واجد. والعلبة هذه كنت ندير فيها مثلا بسبوسة، كيكة، كنافة. حتى لما نقعد مثلا ماشية زيارة عائلية نحط فيها الحلويات، أو ممكن موالح أو أي حاجة يعني تحبوها. سعرها تقريبا 25، ومحكمة الغلق. وعندنا طبعا هذه اللي هي حامل المعالق أو الأدوات يعني اللي تستخدموها وقت الطبخ، مثلا تقلبوا في طنجرة أو حلة على الغاز أو البوتاجاز كيف ما نقولوا، يعني بدل ما يطرطش يعني الطبيخة أو الزيت مثلا تحطوا على الرخامة اللي هي جنب الغاز. الحمل هذا بصراحة عجبني شكله. طبعا عندي اللي هي العلبة بتاعت تحفظ الشاي الفتلة. حسيت شكلها حلو هيك في التقديم، مثلا ندير براد مية ساخنة مع الفناجيل أو كوباية الشاي، وتقعد شكلها منظرها حلو بصراحة. وجبت اللي هم مش عارفة شو اسمهم بصراحة، بس عجبني إن نحط عليهن المج بتاع النسكافيه أو شاي بحليب، أي حاجة. وهذه اللي هي حامل المعالق والشوك والسكاكين لما يجد مثلا في ضيوف أو هيك، حسيت شكلها غريب يعني. وعندي اللي هن متاعات الفشار، وهذينا مش عارفة شو نحط فيه. ممكن معالق، حاجات واجدة بصراحة. ممكن قلت أنا نخليهم نحط فيهم الحاجات الصغيرة، اللي هي مثلا هرسة الثوم أو بتاعة الليمون أو بشرة البطاطس. أهم حاجة عندي بصراحة نحبها في المطبخ اللي هي العلب البلاستيك. نحس نحب مثلا ننظم بيها التلاجة، مثلا نحط علبة مربى، علبة جبنة، حاجات واجد. بس أهم حاجة مثلا ما نحطوش فيها حاجات ساخنة، لأن انتم عارفين الحاجات الساخنة، علب البلاستيك تتفاعل مع الأكل لما يجي ساخن. لكن نفضل إنه مثلا لما يبرد نحفظه في العلب، بدل يعني بتجي الزحمة على الغاز طناجر وكي، لا، نحط في العلب والتلاجة طول. وعندنا اللي هي بتاعة البطاطس، حتى شكلها عملية، ممكن بطاطس، ممكن كنتاكي الدجاج، أي حاجة. وهذه ممكن نحط فيها كاتشب، مايونيز، الحاجات هذه. أو ممكن 4 اللي هي العلب الكنز البيبسي. حسيت شكلها كي غريب. وعندنا اللي هو الطقم التسالي ال4 بجد هذا لا واجد، عندي من قبل يعني مش جديد. نحسه حلو حتى في شهر رمضان الكريم. ربي يبلغنا يا ربي رمضان وأمة الإسلام جميعا يا ربي، وفي أتم الصحة والعافية يا رب. واللي مريض يا ربي يشفيه يا رب العالمين، ويشفي أمي يا رب، وتبلغها رمضان معنا يا رب العالمين. العلب البلاستيك هذه حسيتها حجمها حلو، مثلا ماشية زيارة عائلية، ماشية أي مكان، مثلا بنحط فيها، بناخد معايا مثلا حاجة دايرة حاجة حلوة، كنافة، بسبوسة، كيكة، نحط فيها في العلبة. لأن حسيت الغطاء متاعها محكم كويس. وعندنا اللي هي الحافظة متاع الخبزة أو العيش، حسيتها منظرها يبقى حلو على سفرة الفطور، أو شهر رمضان الكريم، أو حتى في الأيام العادية يعني مش شهر رمضان بس. طبعا حبيت إن نحط الحاجات هذه، نرتبها في دولاب المطبخ. أنا في حاجات واجد بصراحة تخلصت منها، يعني حسيت حاجات كراكيب كيف ما نقولوا. في اللي عزقتها وفي اللي عطيتها، يعني الحاجات اللي مثلا متكسرة هني ما عزقتها بصراحة. والحاجات مثلا اللي مش محتاجتها بس حسيت إنها قاعدة هيك وخلاص في الدولاب لها وقت واجد، أعطيتها يعني أعطيتها لله. بس حبيت ننظم، يعني أول رف حطيت فيه العلب اللي هي البلاستيك. وإن شاء الله حنزلكم في فيديو جديد كيف مثلا تنظمي الكوبايات والأطباق. يقد عشان الواحد عشان يقعد منظم، مش يقولوا أساس النظام الحياة، أساس النظام الحياة، ولا نسيت. المهم إن لما يقعد المطبخ مثلا مرتب وكل حاجة محطوطها في مكانها مش حتحسوا بحوسة. يعني الدولاب يقعد مثلا الأطباق وحاجات الشربة، والرف التاني مثلا الكوبايات والعصير وحاجات المهلبية، النسكافيه، الفناجيل، القهوة.
إن شاء الله حبايبي الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في فيديو جديد، وإن شاء الله تكونوا كويسين في أتم الصحة والعافية، ومع السلامة.